السلام عليكم حبايب قلبي. معلش انا رجعت لكم تاني عشان بصوا انا نسيت اقول لكم. يعني لو انتوا عاوزين بقى المقادير بالظبط يعني عشان تعملوا، هو حسب الرغبه. يعني انتوا لو عاوزين تعملوا رمانتين 3 رمانات وتضربوهم في الخلاط وتاخدوا الميه بتاعتهم، انتوا بتضربوا الرمان بايه؟ بتجيبوا بنجر مثلا، جيبوا نص كيلو بنجر واسلقوه، تاخدوا الميه بتاعته، هتتبقى مثلا كوبايه ميه كده من ميه البنجر، تقوموا حاطينها مع الرمان اللي انتوا فصصتوه وتصفوه وتحطوه في الخلاط، وتحطوا معاه الفراوله، وتحطوا معاه البنجر اللي انتوا سلقتوه. الفراوله والبنجر اللي انتوا سلقتوه هتحطوا بقى. يعني شوفوا انتوا عاوزين قد ايه. يعني انا هنا انا حطيت نص الكيس ده. يعني انا حاطه الكيس ده، ممكن تحطوا نصه، ممكن تحطوا الكيس ده كله، ممكن تحطوا كيلو فراوله، ممكن تحطوا نص فراوله، حسب الرغبه بتاعتكم. بس هتحطوا نص فراوله، هتحطوا معاه 3 بنجرات، وهتحطوا معاه رمانتين. النص الفراوله هتحطوا معاه 3 بنجرات ورمانتين وكده. انا حطيت نص فراوله، لا مش نص، يعني انا حطيت بتاع ربع كيلو فراوله، حطيت معاه بنجرتين وحطيت معاه رمانايه. والتحليه بقى يا معلقتين سكر دايت يا معلقتين سكر عاديين، حسب الرغبه اللي ما انتوا عاوزوا. عاوزينه مسكر جامد سكروه، بس انا مش بحب الحاجه مسكره. طلعوا لي البرطمانين دول. بصوا يا حبايبي، طلعوا لي البرطمانين دول، اما يخلصوا اعمل لهم تاني اهو. دول بنجرتين على رمانايه على ربع فراوله، اعملوا لي ده ماشي. هنا بقى انا اخدت نص الكيس برضو ده اللي هو قرع العسل. انا على طول بيبقى الحاجات دي عندي في التلاجة، ده قرع عسل. اخدت نص دول، يعني نص اللي معايا دول. بصوا دول اللي معايا قد ايه. اخدت نص، يعني شريحه قرع عسل كبيره كده، مش قد شريحه البطيخ التخينه. هتاخدوا شريحه منها، عليها بطاطايه، عليها جزرايه، عليها نص تفاحيه، وعليها دي. طبعا هتاخدوا البطاطايه تسلقوها مع الجزر. بعد ما يتسلق الجزر مع البطاطا هتحطوا عليهم برتقانيه متقطعه، قشروا البرتقانه وحطوها عليها، وقشروا سفنديايه وطلعوا البذر وحطوها عليه. بعد ما ده يتسلق هحط دول معاهم ياخدوا غلوه ماشي. بعد الجزر وقرع العسل والبطاطا تتسلق، قرع العسل والجزر والبطاطا ينسلقوا الاول. بعد ما ينسلقوا جزرايه وبطاطايه وشريحه قرع عسل، بعد ما ينسلقوا حطوا عليهم بقى برتقانيه. قبل ما تطفوا عليهم حطوا عليهم برتقانيه وسفنديايه ونص تفاحيه، ياخدوا غلوتين معاهم في الاخر، ونص ليمونه. وحلوا بقى بعسل نحل، حلوا بسكر دايت بمعلقتين سكر. انا ما حطيتش سكر كتير، انا ما حطيتش سكر كتير. اعتمدت على السكر اللي في الجزر، واعتمدت على اللي في البطاطا، وحطيت عليهم معلقتين عسل نحل او 3 معالق عسل نحل ماشي. ضربتهم بقى بعد ما اتسلقوا دول، ضربتهم في الخلاط. ورحت بقى بعد ما ضربتهم في الخلاط حطيتهم على النار تاني، اخدوا غلوه بنص ليمونه. حطيت نص ليمونه عليهم واخدتهم غلوه. عملوا لي برضو البرطمانين دول. بص عملوا لي البرطمانين دول، يعني ده البطاطا وقرع العسل والجزر وتفاحيه وبرتقانيه وسفنديات الموجود عندكم. يعني انا لقيت عندي فاكهه في البيت، رحت اخده منهم وعامله والله وانا قاعده. وكان عندي البنجر في التلاجة، وعندي الفراوله في التلاجة، حتى مش كنت جايباها لسه طازه. عندي الفراوله دي في التلاجة من السنه اللي فاتت، والله طلعتها وعملتها. بصوا طعمه، بصوا شكله. لو انتوا معايا بقى تدوقوا الطعم بتاعه، خطير. دي عطشه مزازه جميله جدا. الفراوله مع الرمان ومع البنجر حاجه مفيده وجميله، ومش مكلفاني حاجه، يعني مش مكلفاني حاجه. بس قللوا في السكر. عاوزين تحطوا سكر قللوا في السكر، ما تحطوش سكر كتير، اعتمدوا على السكر بتاع الفاكهه ماشي حبايب قلبي. معلش انا بس رجعت لكم تاني عشان قلت اقول لكم المقادير، عشان ما تقوليش قد ايه ومش عارفه ايه. لا، حسب الرغبه بتاعتك. عاوزه تعملي نص بنجر، عاوزه تعملي ربع بنجر، عاوزه تعملي برتقانتين سفنديتين، حسب ما انت بتكتري. بس كل ما تعملي الحاجه على قد اسبوع وترجعي تعمليها تاني احسن. يعني ما تخليش الحاجه تغيب عندك. هي ممكن تغيب عندك على رف الثلاجه، بس لما تبقى طازه احلى ماشي حبايبي. اشوف وشكم بخير يا حبايبي. انا قلت والله اقول لكم يعني ايه المعلومه دي بعد ما قفلت معاكم ماشي. ادي مكونات المربى دي، وادي مكونات المربى دي. تاكلوها بقى مع كريمه، تاكلوها كده ساده، والعيال هيحبوها جدا جدا، وللكبار وللصغيرين.
ادعموني بقى واشتركوا في القناه ولايكات كتير وقلوب حلوه كده زي قلبكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا حبيبي. لا اله الا الله.